ونروح بعد كده للمركز الثالث مع أحد أقوى الأفلام التاريخية العربية، أسد عين جالوت. يعتبر تاني أطول أفلام مؤسسة آلاء، بحيث إن مدته أكتر من ساعة ونص، وعرض قبل فيلم طارق بن زياد بسنة في 1998. ويعتبر من أقوى أفلام مؤسسة آلاء والأكثر شعبية، يعني مفيش حد ما شافش كرتون إسلامي في صغره إلا وأكيد شاف الفيلم ده. وهتشوف في الفيلم ده عينة بسيطة من دموية الحروب في آسيا، بحيث إن الفيلم هيتكلم عن المغول والتتار اللي هيتحركوا ناحية الشام ومصر، وهيدمروا في طريقهم أي قرية أو مدينة أو جيش، وأسقطوا إمبراطوريات كاملة زي الخوارزمية والعباسية. ما كانش فيه حاجة بتقف قدامهم، سواء قدام جنكيز خان مؤسس الإمبراطورية المغولية، ولا حفيده هولاكو اللي دق هزيمة مذلة في معركة عين جالوت المشهورة اللي هتكون في آخر الفيلم. وأحداث الفيلم بتتكلم لما بدأ الجيش المغولي في التقدم ناحية الدولة الخوارزمية، وهيتصدى ليهم حاكمها جلال الدين بكل قوة. بس جنكيز خان وإمبراطوريته كانوا في عز مجدهم، فأسقطوا الدولة الخوارزمية بموت ملكها جلال الدين. بس كان ساعتها هرب قطز وجولانار اللي فيه كلام بأنها شخصية خيالية مش حقيقية. وبعد ما كانوا عايشين عيشة الأمراء والغنى، هيعيشوا عيشة العبيد اللي بيتباعوا كل شوية لغاية ما يكبروا ويبقوا فرسان، وحوارات تاريخية كتيرة كده. بس في النهاية يواجه القائد المملوكي العظيم سيف الدين قطز هولاكو في منطقة عين جالوت، ويوقف تقدم التتار لمصر اللي قتل هولاكو الملايين في طريقه ليها. وكانت المعركة دي من أعظم المعارك في التاريخ، بحيث تم وقف زحف مرعب ناحية الغرب. طبعا في تفاصيل كتيرة جدا في الفيلم، زي مثلا أول مواجهة ما بين جلال الدين والمغول، ولا لما يتخطف قطز وجولانار من قطاع الطرق، ولا لما تحصل معاداة بين قطز وأحد أسياده اللي اتباع ليهم، وغيرها الكتير جدا. وبصراحة أنا اتحمست أشوف الفيلم تاني، شكلي كده هتفرج عليه النهاردة بعد أكتر من 25 سنة.